ازيكم عاملين ايه؟ النهارده رابع يوم من لما المنهج في 15 يوم. النهارده التودو ليست كبيره شويه. عندنا الفصل التاني فيزياء والادب كله. الفصل التاني فيزياء هما درسين، الادب 5 دروس. فبما ان انا مش بحب الحفظ قوي فمش هينفع النهارده اخلص الفيزياء الاول وبعدين ادخل على العربي او العكس. فانا هاخد درس فيزياء وبعدين درسين عربي وهكذا عشان ما ملش بسرعه من العربي. هبدأ دلوقتي بالحركة الاهتزازية. دلوقتي الساعة 9 يعتبر، عشان ناس كتير حبت ان هي تعرف انا ببدأ الساعة كام. فدلوقتي الساعة 9 الصبح وهبدأ بالفيزياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. دلوقتي أنا خلصت الدرس ولخصته. كمان عملت ملخص لمنهج الفيزياء كله. ثانية اهو، هنزله باذن الله على اكونت التيك توك للي عايزه يعني. دلوقتي انا هحل التدريبات بتاعه كتاب الامتحان وطبعات التقييمات. طبعا الاسبوع الرابع هو اللي يخص الدرس بتاع الحركه الاهتزازيه. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. دلوقتي أنا خلصت حل أول درس في الفيزياء، حليت كتاب الامتحان وحليت التقييم بتاعه وأسئلة مستر محمد عبد المعبود واقفة عند الحركة الموجية. دلوقتي أنا المفروض أخلص أول 3 دروس في الأدب، وبعدين هرجع للفيزياء تاني. وانا بعمل الايس كوفي حسيت ان انا عايزه ارد على اكتر سؤال بيتكرر، وهو ان احنا ازاي هننتظم على الجدول في امتحانات الشهر وكده. انا هوقف الجدول خالص لحد امتحانات الشهر وهنتظم مع امتحانات الشهر عادي جدا لحد ما تخلص وهرجع اكمل الجدول تاني. بس يعني ده اللي انا هعمله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. دلوقتي انا خلصت الادب لحد المدرسة الرومانتيكية وحليت عليه. دلوقتي انا هدخل على الدرس التاني في الفيزياء، وفاضل لي كده يعتبر درس فيزياء ودرسين في الادب. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا. دلوقتي انا خلصت الدرس بتاع الحركة الموجية. كده هيبقى فاضل درسين ادب. بس ثواني، انا ما حليتش على الحركة الموجية او حليت اسئلة صغيرة جدا لان المستر مش شارح الموجات الكهرومغناطيسية، قال ان هو هيشرحها في الدرس اللي بعده اللي هو اول درس في الباب الثالث. فبالتالي انا حليت مع المستر اللي هو الجزء بتاع الحل ده بس، لكن التدريبات اللي في الكتاب دي هحلها مع الدرس الجاي. بالنسبه لاخر درسين في الادب انا الصراحه فصلت النهارده، مش هقدر خالص ان انا اذاكرهم. هما مش كبار يعني، هما صغيرين، فهذاكرهم بكره. بما ان بكره كده كده اصلا مراجعه ليله الامتحان بتاعه العربي، وباذن الله هحاول اصور بكره وانا براجع معاكم العربي. بس طبعا فتره امتحانات الشهر دي انا مش عارفه اصور فيها خالص لان هم ضاغطين المواد كلها في 4 ايام بس. فبجد انا مش هعرف. باذن الله بقى نبتدي ننزل تاني من يوم الخميس او الاجازه، مش عارفه بقى ايا كانت هتبقى امتى يعني. لما ابقى قادره باذن الله هرجع تاني وهكمل في الجدول. وبس كده.